اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده جاي اتكلم على النجم صالح جمعه. بس قبل ما اتكلم، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. انا بحاول اوصل كلمه حق سواء لجمهور الاهلي او جمهور الزمالك او اي جمهور بيشجع كوره في مصر. صالح جمعه موهبه ما يختلفش عليها اتنين. طلع علينا النادي الاهلي قال يا جماعه صالح جمعه التزم وخلاص، وفايلر اقتنع بيه وهينزل وهتشوفوه في الماتشات. بتفرج على ماتش الاهلي بيلعب مباراه وديه مع النادي الجونه. كل اللعيبه لعبت، ناشئين لعب، احتياطي لعب، تحت السن لعب، كبار اللي في السن وعواجيز وناس مش عايزه النادي وبتتعاقد مع انديه تانية، حطت شاره الكابتن ولعبت. اشمعنى صالح جمعه؟ اشمعنى صالح جمعه ما لعبش حتى 5 دقايق؟ هنا اداره النادي الاهلي تضحك على مين؟ على الجمهور؟ لا، ما تعرفش تضحك على الجمهور، لان جمهور الاهلي ده جمهور واعي جدا. بتضحك على نفسها؟ بتضحك على نفسها وبتضحك على فايلر، وهما الاثنين بيضحكوا على بعض. الراجل قال لك انا مش عايزه في حساباتي، خلاص بدل ما تقعده وبتدي له 11 و12 مليون سيبه. احنا بصراحه نفسنا نتفرج على صالح جمعه، اتفرج بقى عليه في الاهلي، اتفرج عليه في الزمالك، اتفرج عليه في الاسماعيلي، اتفرج عليه في بيراميدز. انا عايز اتفرج، انا بحب الكوره للمتعه يا جماعه. انا لا ليا دعوه لا باهلي ولا بزمالك ولا مجلس اداره النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الزمالك. انت خايف تقول له شكرا انا هوفر الفلوس بتاعتك والزمالك يتعاقد معاه او بيراميدز؟ طب اما انت خايف يتعاقد معاه، هو لعيب وحش، خايف ليه؟ ما هو خلاص الزمالك هيكشفه وينزل الملعب يبقى لعيب وحش، يبقى انت راجل تمام عملت اللي عليك، لعيب مش كويس مشيته. خايف صح؟ ما هو ما لهاش غير كده. خايف ليه؟ خايف ان اي نادي تاني يتعاقد معاه وهو يظهر بمظهر كويس، يوضع اداره النادي الاهلي في حرج. يبقى اداره النادي الاهلي بتشتري الحرج بتاعها ب 11 12 مليون جنيه يا جماعه. ده ينفع؟ انت لو اديت ال 11 ل 12 مليون جنيه للناشئين من تحت، لبس وتغذيه وتمرين ومعسكرات كل سنه تعملها لها في مدرسه مختلفه، مدرسه افريقيه، مدرسه اسيويه، مدرسه لاتينيه، مدرسه اوروبيه، مدرسه بص يعني هتخلي الناشئ من تحت ال 11 وال 12 مليون اللي انت صرفت عليهم دول هتستثمرهم. والله ده هيبقى استثمار. ده هيجيبوا لك 100 مليون بعد كده و200 مليون و400 مليون، لانك هتصدر لعيبه، مش هتشتري لعيب بعد كده، مش هتحتاج. هيبقى عندك منجم لعيبه من تحت، بس ده لو الصرف بما يرضي الله. لكن الصرف زي ما سمعنا كابتن شوقي السعيد بيقول لك هو اللعيب اللي بياخد 20 مليون ده بياخد 20 مليون؟ لا، ما بياخدش 20 مليون. بيجيبوا الوكيل بتاعه ويمصمصوها ويظبطوها عشان المصالح تتظبط. ويا جماعه انا مش عايز اخش في النقطه دي، لان هم طبعا بيهاجموا اي حد يقول كده، لكن هي دي الحقيقه وهي دي اللي بيحصل. ايه لازمته انا اجيب لعيب ب 150 و100 مليون والكلام ده؟ عشان يعني النصيب يبقى معقول، يعني حاجه تبقى بلاش تعملوا في الكوره كده. اهلي، زمالك، بيراميدز، اتحاد الكوره، حرام حرام تعملوا في الحاجه اللي بتمتعنا واللي بترفه عن الشعب المصري، تعملوا فينا كده. خلوها تمشي بما يرضي الله، خلوها حلوه. اللاعب اللي ياخد مليون 2، لكن ايه الملايين اللي عماله تتوزع باليمين والشمال دي؟ ده اسمه سفه. عشان ادي لعيبه 11 و 12 مليون واقعده وما بيلعبش وما بستفدش منه، يبقى ده اسمه سفه. والله. وانا مش هكتر على حضراتكم، شكرا. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ادعمني لايك.